يا مساء العسل، الشيف أبانوب اهو وصل. واللي ما ياكلش قلقاس يسبح من غير راس. يلا مع بعض تعالوا نشوف هنختار القلقاس ازاي، وكمان نقشره وكمان نخزنه. اول حاجة ده القلقاس عندي. طبعا في ناس ما بتحبش القلقاس ومش عارف ايه السر ان هما ما بيحبوش القلقاس. القلقاس دي حاجة حلوة جدا. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نختار القلقاس. اول حاجة لما اجي اختار القلقاس هختار قلقاسية متوسطة، ولا هختارها كبيرة ولا هختارها صغيرة، وهختار حاجة كده تكون لونها بينك، لونها بامبا كده، عشان يطلع قلقاس حلو وزي الزبدة. اقلب في القلقاسية، لو لقيت فيها اي ثقب او اي خرم ما اشتريهاش عشان دي بتبقى مش كويسة. تمام. وهي دي بقى القلقاسة الصالحة. ابدا بقى عندي البلانش عندي تكون ناشفة، والسكينة عندي ناشفة برضو، وجنبي فوطة، وابدا اشيل الحته اللي من فوق خالص. ابدا كده اقطع بالراحه خالص عشان طبعا بيبقى ناشف. وشايفين طبعا لونه يا جماعه، لونه كده بامبا وجميل، ويعني هيطلع زي الزبده. بالفوطه عندي ابدا كده انضف، عشان الناس اللي ما بتحبش تغسل القلقاس انا مش هخليكم تغسلوه النهارده. طبعا شايفين اللون، لون القلقاسية جميلة وحلوة، ودي هتبقى زي الزبدة. اقطع برضو الحتة اللي تحت دي، اعمل كده قاعدة للقلقاس علشان اعرف اقشره معايا. تقشيره بقى سهل جدا. هستخدم طريقة تقشير البطاطس. هستخدمه زي البطاطساية. ابدا كده اقشر بالراحه خالص القشر وكل الطين اللي هو بره. طبعا نسيت اقول لكم ان قبل ما اعمل الحركه دي لازم اكون غاسل القلقاسيه من بره، عشان لو فيها اي طين تنزله. طبعا انا عارف هتنزل برضو طين، بس برضو عشان السكينه بتاعتنا تكون نظيفه، واي حاجه من زي الحاجات دي فيها طين لا انا لازم اغسلها كويس جدا من بره. طب لو انا عايز اغسلها بقى، لا انا هغسلها بعد ما اقطعها، انقعها لمدة ليلة في المية. الناس اللي بتحب تغسل القلقاس بعد ما اقطعه احطه ليلة كاملة. ابدأ بقى اقطع القلقاس زي شرايح كده، طبعا يا ريت كلها زي قد بعض عشان السوا. وابدأ بقى اخد كل شريحة كده اقطعها مكعبات. طبعا عندي خلاص البلانش عندي نضيفة والسكينة عندي نضيفة، انا مش هحتاج ان انا امسحهم تاني. تمام. ولو ايدي نضيفة وما فيهاش ولا نقطة مية، القلقاس بتاعي مش هينزل المادة اللي جواه. طب لو احنا عايزين نحتفظ بالمادة اللي جواه، هنزل بالقلقاس من غير غسيل في الشوربة، واعصر عليه نص ليمونة عشان المادة تسيح جوه الشوربة. ولو عاوز اخزنه نفس الطريقة، بعد ما اقطعه اعصر عليه نص ليمونة، وبعد كده اخزنه في اكياس ثلاجة، وبيطلع احلى قلقاس ممكن تاكلوه. والف هنا وشفا.